داخلين الفندق هنا حاليا، عندنا غطس ودي اول غطسة ليا، فاتمنى تكون ممتعة. وصلنا لشط الفندق اللي هنغطس منه. تمام، ده الشط. المفروض ان احنا ندخل هنا عشان نلبس بدلة الغطس وهننزل نغطس هنا. كده الحمد لله مستعدين وجهزنا التولز اهي، انابيب الاكسجين واستلمت البدله. استلمنا البدله ايه، لسه مش عارف دي اصلا هتيجي مقاسي ولا لا. هلبس البدله واجيلكم. اظن كده طقمنا ولبسنا بدله الدايفنج وبنتحرك على الشط، واخدين معانا المعدات اهو، انابيب الاكسجين بقى وبتاع والكلام ده كله. فدعواكم بقى. ده 12 لتر. عندنا تانك 15 في 10 وفي 8 بس ده معتمد دايما. ده الستاندرد. تمام. هتختار 15 بتقول للسنتر بس بتدفع عليه يعني. زي النيتروكس. والنيتروكس ده بيتعمل له ده بتلاقي تانك عادي. تمام. طبعا هنا بيبقى مكتوب عليه السيريال نمبر بتاعه وتاريخ الصنع وسنه الصنع. ده بيحصل له 2 اختبار. اختبار سنوي. تمام. ده اسمه فيرجوال تيست. بنفتح ننزل لمبه كده ونشوف فيه اي ميه، في نقر، في رمله، صح؟ زي كده. عمليه تنظيف يعني. عادي بميه وممكن كولا، ميه وخل. ده بيحصل في السنتر هنا. تمام. وبيتحط عليه الليبل ده. الليبل ده وعليه التست بتاعه. هو شايف خارم السنه بتاعت التست. تمام. وتقفل. الاختبار الثاني اسمه اختبار هيدروستاتيكي. ده بيروح لمراكز مخصصه للصيانه. بيوصل ايه؟ بيشوف ضغط التشغيل بتاعه. هنا الالومنيوم، احنا عندنا في تنكات الالومنيوم، في تنكات ستانلس ستيل. زمان كان الغطس كله اغلبه ستانلس ستيل، دلوقتي نادر جدا، يعني ممكن يكون 5% من الساتر بيستخدم ستانلس ستيل، كله بيستخدم الومنيوم عشان المعامل الغذائي بتاعه عالي. ايوه. ما بيصديش طبعا زي الستانلس ستيل. هقول لك ده رصاص، ده اوزان دي. هتعرف تنزل تحت، تنزل تحت. لازم وزن. بجد؟ لازم معاك وزن. مش ده لوحدها وزن؟ لا كثافه فاهمني؟ لا. الوزن بختاره على اساس ايه بقى؟ 10% من وزن الجسم. بس انت بعد غطسه 2 3 بعد ما تاخد الكورسات انت هتعرف خلاص انت اوزانك كام. يعني طبعا لما تنزل بحاجه ليكرا ولا راش جارد غير لما تنزل ببدله 7 مللي. بتزود اوزان طبعا. النيوبرين بتاع البدله دي بيعمل لك طفو موجب. ايوه. فبتضطر تزود. يعني دي ممكن تزود عليها 2 كيلو، دي هتزود عليها كيلو. لازم تزود وزن على 10%. يعني انت لو في العادي لو 80 كيلو تاخد 8 كيلو بالبدله العاديه 3 مللي. تمام. تاخد 8 كيلو. تمام. بس كل ما خبرتك بتزيد كل ما بتقلل كيلو. وفي الاخر انت بتعرف خلاص انا باخد مثلا 6 كيلو. انت بقى حسيت نفسك تخنت زياده فبتزود طبعا وزن الدهون دي. انا لما نزلت ما كانش في وزن معايا. لا اللي حطيته لك في البي سي دي. انا في اوزان بتحط في حزام رصاص زي كده. دكتور ايمن معانا، دكتور ايمن اللي هننزل اغطس معاه، ودي اول غطسه ليا. اتمنى تعجبني وان شاء الله مش تبقى اول غطسه. ده انتجريتد برضه، يعني انصحك حتى لما تشتري معدات تشتري انتجريتد. تحط الرصاص الاوزان بتحطها في البي سي دي نفسه. ايوه في الجزء ده. بيبقى افضل. لا في بوكت هنا وفي بوكت هنا. تمام. لازم نزود اوزان عن الوزن بتاعنا عشان لا انت لازم تحط اوزان، لازم اوزان. ايوه ما انا بتكلم في كده. لازم نزود وزن. وزنك زاد بتضطر بنزود. لبست بدله تضطر بعد كده مثلا هتغطس غطسه بدله، هتيجي الغطسه الثانيه مش هتقلع البدله. تمام. هتقلل الاوزان. بس هو غالبا يعني دايما احنا المبتدئين بنحب نزود له اوزان شويه، لان كل ما كان بزياده كل ما كان احسن. بالظبط. بزياده هتعرف تتصرف فيه، لان البي سي دي ده بيعادل. لان لو اقل هتبقى الواحد بالظبط. لكن بعدين انت لما خلاص بتتعود على اوزانك وكده فبتاخد وزنك المظبوط عشان ما يتعبكش في الميه يعني. زي الفل. خليك تستهلك هواء شويه. زي الفل. قلنا بعد كده الاختبار الهيدروستاتيكي ده بيروح
في مراكز متخصصه بيعملوا ضغط، بيشوف ضغط التشغيل بتاعه. تمام. فبيحطوه في حوض ميه وبيبتدي بقى ايه، هو ده التانك ده الضغط بتاعه هتلاقيه دايما من 200 ل 220. تمام. 220 بار. احنا هنا بنتنفس كام؟ 1 بار. ارتفاع غلاف الجو، الوزن ده كله 1 بار. التانك كام؟ هنا 220 بار. هي ده ضغط ملوش دعوه بالحجم خالص. يعني هتلاقي التانك ال 15 برضه 220 بار، نفس الضغط كلهم 220 ستاندرد. تمام. هتلاقي من 200 لاكتر حاجه 250، ما يزودش عن 200، وصعب يوصلها 250 كمان، او من 200 ل 230 يعني. تمام. معلومات 220. تمام. فالضغط الهيدروستاتيكي ده بتروح بتوديه بقى لازم كل 5 سنين بيحصل، بتوديه المراكز دي ده بيتعمل له ينزله في تنكات وبعد كده يشوف الضغط بتاعه، يشوف ضغطه لسه مظبوط ولا حصل فيه. ليه حاجه يعني. ده مثلا انت بتنزل بيه ضغط 220، لكن في الاختبار هيعمل على 350. تمام. فبعد كده بيشوف معامل الازاحه بتاعه، ازاح قد ايه ميه، لو زاد معامل الازاحه يعني حد معين خلاص بيترفض. تمام. بيترفض التانك، لان كده انت معامل المرور، لان التنكات دي مع كتر الاستخدام بس يعني مع الوقت مع وقت طويل معامل الليونه بتاعه بيعرف، فده يعني عرضه للانفجار. يعني الكمبريسور ده التانك ده لو انفجر، لو دي زي القنبله. ايوه فاهم. اكسجين. لا مش اللي هينفجر اللي هو البلف ده. منظم الهواء ده ممكن يكسر مسلح، خرسانه مسلحه. ايوه فاهم. فخلاص بيتعدم. يعني هو بدام فيلد ما بيديهولكش يقول لك ده صعب، هو بيعدمه اصلا. ليه نسبه بيوصل لها خلاص كده، ده شغل مش هيشتغل تاني. فبعد كده بيديهولك، بيعدمه ويديهولك. تمام. اوكي تمام. بس تمام. بيروح عامل لك بس انا هوريك شايف ده اختباره 2024 شهر 2 2024. ده الاختبار الثامن، ده داخل الاختبار الاخير. بينحتوا على التانك. الثاني الاختبار الثانوي بيبقى لازم بينحتوا على التانك. تمام. فده كده 24 ده ممتاز خالص. تمام زي الفل. بعد كده عندنا البي سي دي، ده اختصار بي سي دي، بيونس كنترول ديفايس، وساعات بيقولوا عليه بي سي، بيونس كومبنسيتور، اللي هو معوض الضغط. تمام. ده بنركبه على التانك، دي فايدته بقى بيشيل على التانك، وهو اللي بيعمل ده الفيست اللي بيشيل التانك والوزن بيعوض لك الوزن دي البالونه اللي بتعوض زائد رئتك. يعني رئتك يعتبر بالونه ثاني. تمام. بنركب عندنا الريجنيتور. دي بقى الزراير دي. حاول هقول لك دلوقتي بس ما تدوسش على حاجه. عندنا المنظم، لانها مش هتنفس هواء 220 بار بالظبط. ده اللي بتنظم بيه. لان انا بتنفس هواء 1 بار. تمام. هنا لكن تحت الميه على عمق كل 10 متر بيديك 1 بار تاني. تمام. كل 10 متر بيديك 1 بار تاني. يعني ال 10 متر ميه ده ارتفاعهم زي ارتفاع الغلاف. تمام. عندنا الرج ده عندنا نوعين، اسمها الفيرست. لا ده لو في كورس كده الحاجات دي بالتفصيل، حاجات كده بس هي التفاصيل كتير. ده ده اسمه الفيرست. ده اسمه دن، دن يعني يتركب على طول على طول. في حاجه ثانيه اسمها انترناشونال، دي كنا بنستخدمها زمان بس دلوقتي خلاص كانت اصلا بتبقى مقفوله هنا، فيها كلمه صغيره وبتقفل بالمسمار من ورا، بس يعني مشاكلها كتير. الانترناشونال انا شايف في مخرج ده اللي هو بتاع ده عايزك بس احنا ايه؟ بس ده بيخرج منه 4 فتحات، 3 لو بريشر وواحد هاي بريشر. 3 لو بريشر عشان تنفس فيهم بالظبط. تمام. وده الهاي بريشر. ليه الهاي بريشر؟ عشان الصوره العداد، لان عايز اعرف انت بتشوف تمام. وده اسمه الانفليتور. ده اللي بربطه بالبي سي دي عشان يتوصل بالبي سي دي. لما بنركبه بنخلي ده اسمه السكند ستيج. دي اللي بحطها تمام. السكند ستيج ده هنا في كاميرا بينزل الضغط من 250 لغايه من 200 لغايه الضغط 15 بار. وهنا في بيستم في السكند بينزلك من ضغط ال 15 بار لضغط المحيط.
اللي حواليك. يعني انا لو هنا هيديني ضغط واحد، يعني بتخف صح. تحت على 30 متر ضغط 4 بقى، ضغط 4. بيديك 4 بقى. ده انت بتتحكم فيه بقى ولا هو مع لا. تلقائي؟ تلقائي هو بينزل. انت عارف دول بركبهم ازاي؟ دول لازم يمين. طبعا ده بيبقى ده بتاع الاستخدام الاساسي، وده السبير ده ما بتلاقيه اللي هو اصلا فيه سبير، اطول. زين. عشان لو حد حبيت تشير هوا مع حد بركبه ازاي؟ الاثنين دول لازم يمين، ما لهاش ركبه، ما ينفعش شمال، لازم يمين. لازم يمين. ركبته كده لان كل حاجه بتركب في مكانها يعني. تمام؟ عشان تحفظ، عشان ما تخلفش حاجه، وش في اتجاه وش التانك، في اتجاه وش البي سي دي. وش البي سي دي ازاي؟ أيوة. وشه كده. ايوه والتانك وشه كده عشان أيوة. ما تيجيش تقلب. لازم وانا كله وانا وشي بالظبط. تمام؟ وش في اتجاه البي سي دي. انا دلوقتي واقف ورا التانك، وش في اتجاه وش البي سي دي، في اتجاه يعني احنا ورا بعض. ايوه لازم يكونوا مع بعض. خلاص قلناهم كده. ما انا بقول ايوه ايوه كده تمام. ده الامكانيات ما لسه تمام. ده صور كده هنا ادي تاتش كده لما تطفي منك. تمام. في مسمار تحت، المسمار ده لازم يدخل في المنيم ده، فلازم نشد ليه تركيبه معينه، كده مش هيدخل خالص. لازم تشد الصوص تطلع. تدخل خلاص كده. بص لازم تسمع التكه في كليك كده كده خلاص. ما يفكش غير لما تدوس عليه تاني وتسحبه. تمام. تمام وايد بقى. تمام. في هنا زرارين، ده الزرار اللي بيملى، ده اللي بيجي تحت، ده الزرار اللي بيملى بس. بس تاخد بالك هو بيملى ان الضغط. بص احنا هنفتح كده، ده الهيدروش تمام. بس دلوقتي لما نفتح لما نفتح لازم بنعمل بس زي ما انت شايف. ده سيف يعني كده بيرجع، لازم تكون بس عشان يعني لو في شرخ ولا حاجه تنفجر ما بتحصلش يعني. بس كام؟ 230 بار. 230. تمام. شاورها لك عليه. ايه؟ ربيع. كانت محتاجه رجاله. تعالى كده عندنا كده اما فتحنا 200 ادي 230 بار. تمام. هنا في اخر 50 بار ده بيديك احمر، على اساس لازم تنهي الغطس. تمام خلاص كده لازم ده بيدخل في مكانه. خلاص عايز انا ركبت المعدات خلاص كده جاهزه. لازم اقفل التانك تاني ما دام مش هنزل دلوقتي. ايوه اقفله، لازم نقوم، ما ينفعش نسيبه كده. تمام. دي كده جاهزه خلاص. لما نشوف الزبون بقى. متحمس للغطسه دي؟ احساسك ايه يا مجدي وانت نازل دلوقتي؟ انا لا اله الا الله. انا متحمس قوي، عايز انزل دلوقتي حالا، بس هننزل اكيد دلوقتي حالا. تقول لي انت في هولندا؟ ماشي. لا تمام. نعم. انا عايز سنوركل. ما انا كده انا هتلبس انت دي وانا هلبس الثاني في الثاني. يلا يا شباب، يلا عليك ديون حاجه؟ ابقى الاستراب الماسك تمام. عليك ديون؟ ادي الاستراب الماسك عند عندي. استراب الماسك. لا انا هو تحت، قلت له خليك تحت معايا، لسه معاه هو. بصي شرب شاي. بدأ يتكلم. مصر كده بدأ يضرب وشه كده. لا تكفي. هي برد شويه. لفي اقلع التانك. اقلع التانك. اقلع الشباب. نزعل امك ولا حاجه؟ انا كنت مزعلها دكتور. نصلي الصبح. نصلي الصبح. نصلي. تمام. الحمد لله.
معاك فلوس بره في الشنطه؟ طب ايه الباسورد بتاع الموبايل؟ اي حاجه؟ الموبايل الكاميرا بتاعتك فوق. الكتاب حلو خالص. الموبايل تعمل ايه كده؟ يلا تعال. ثانية واحدة اغسل الحاجة. اعمل لك كده اوكي. لو عملت لك كده لازم ترد عليا كده اوكي. يعني انت تمام في مشكله اعمل لي كده وشاور لي على المشكله. ان كان النضاره ان كان ودنك. انت عارف المعادله؟ لو نزلت تحت انت الميه بتضغط على ودانك. تمام؟ لو لقيت الميه ضغطت على ودانك امسك مناخيرك كده كده واعمل كأنك بتحرك هوا من هترد قدام. تاني. لو لقيت ودانك وجعتك امسك مناخيرك اضغط على مناخيرك خالص اقفلها خالص وانفخ فيها هتريحك. هترد على طول. تمام. مالكش دعوه باي حاجه. تنفس وبص وبص. طول ما اعمل لك كده اعمل لي كده. في مشكله اعمل لي كده. تمام؟ هيطلع بس يجيب رصاصك يعني. لو انت هتعرف تاخد حزام رصاص معاك. يلا بسرعه بس عشان ما يبردش مننا الزبون. لا. برافو عليك. برافو. كويس ده. انا بنتعود على الهواء. انت بتطلع هواء من مناخيرك. لا. شايف الهواء طالع من النضاره. تنفس وطلع من فوق كده. اهو. طلعوا بقى تعالي تاني. كان عايز اشوفك تحت. ايوه انزل تحت عايز اشوفك. بجد؟ معنا الوقت هتصور مع مين؟ مين اللي هيصورنا؟ مين اللي هيصورنا؟ احمد هو آه. بينزل سنور بالليل. ماشي. الكاميرا دي بتاعتك؟ بتاعتك. بس مش هننزلها مش هينفع. يعني بتنزل 10 متر دي بس خلاص كده كاميرا ثانيه. وكده كده انا مخلي زميلنا هيصورنا بقى. بجد؟ ايوه. طب كويس كويس. السلم ده هيعور اي حد. مش كده معاك ان انا احامي بحمويته يبقى وحش قوي.
الحمد لله نزلت اول غطسه ليا، ودي كانت اول غطسه ليا. الموضوع الاول كان فيه اهبه كده، بس اول ما غطست ونزلت الموضوع بقى ممتع قوي. بقى انت شايفين شعاب مرجانيه وحاجات جميله قدامك. نسيت اصلا ان انا خايف من الغطسه والكلام ده كله. الشعاب المرجانيه تحت تحفه تحفه تحفه. وان شاء الله ديت مش اول غطسه ليا، يعني انا خلاص بعد اول غطسه ليا انا نويت ان انا اغطس تاني، لان الموضوع بقى ممتع بامانه يعني. الناس الجميله دي المسؤوله عن معدات الغطس حبيبي يا مستر، فلازم نشكرهم كل سنة وانتم بصراحه، لان تعبوا طيبين. معانا قوي، تعبوا معانا جدا، فلازم نشكرهم. نحييكم من سنتر انفينيتي سفاري، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين يا رجاله. وبكده الحمد لله خلصنا جوله الدايفنج بتاعتنا من فندق اونيتي بيتش. استنوني في مغامره جديده.